السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل مع بعض صينية السمك في الفرن. معانا المكونات بعد ما حطينا البصل والطماطم والجزر وقلبناهم. نحط شوية الزيت، نحط الخضرة بتاعتنا، نحط الفلفل بالشكل ده ونقلب الخلطة بتاعتنا. طبعا باينة ان هي كتير، لكن بالعكس هتبان ان هي يدوبك على قد 2 كيلو سمك. 2 كيلو سمك بالشكل ده. نقلب كويس عشان لما نيجي نحط الخلطة كله يندمج مع بعض. طبعا عندنا السمك هنا احنا متبلينه، حاطين له الثوم بتاعه. هنبتدي بالشكل ده الاول، نحط نص الخلطة تحت الصينية كده، نوزعها على قد ما نقدر بالشكل ده. بعد كده نبتدي نرص السمك بتاعنا، واحدة من هنا واحدة من هنا، واحدة كده واحدة كده جنب بعض بالشكل ده كده، كلهم جنب بعض كده. الصينية دي أطفال صدقيني فعلا هيحبوها. ممكن نبتدي نحط شوية خلطة كده في النص بالشكل ده. طبعا الليمون حاجة أساسية في الخلطة بتاعتنا. نحط في الثوم، نحط كده نشرب حاجة كده، نبتدي نحط فيها ونحشي كده. وبقية الخلطة متخافش أبدا، مش هيتحرق، بالعكس كل حاجة، كل المكونات فيها. ونبتدي نحط شوية الزيت الباقيين، نحط برضو كده. صدقوني بتبقى سهلة مش مكلفة بالشكل ده. ومع بعضينا كده هنحطها في الفرن، ويدوبك هتاخد لها من ساعة الا ربع لساعة حسب الفرن بتاعك. والسلام عليكم.